والمدرسة دي فيها قسمين، القسم الأول هو الواقعية الساذجة. الواقعية الساذجة بتشوف إن المعرفة هي الإدراك الفطري للوجود، بمعنى إن إحنا بنشوف العالم الخارجي على حقيقته فعلًا، والمعرفة عبارة عن الصورة الذهنية المكونة في العقل عن العالم الخارجي. يعني بتشوف إن وقائع أحداث العالم الخارجي هي الحقيقة في الأصل، ومعرفتنا بها عبارة عن صورة في العقل، وإن الصورة الذهنية دي مطابقة للواقع الخارجي. والمدرسة دي بتمثل أغلب البشر، لكن الواقعية الساذجة ليها بعض الانتقادات. أولها إن هي خلت كده العقل عبارة عن كاميرا فقط تلتقط صور عن العالم وملوش أي فاعلية. الانتقاد التاني إن لو كانت المعرفة بشيء ما هي صورة الشيء ده، فلازم إن الصورة دي تدوم على حالة واحدة بس ما دام الشيء مرتبط بذاتية، لأننا بنتكلم عن حقيقة الأشياء. لكن ده ما بيحصل. على سبيل المثال، لو شفت برتقانة صفراء ومدورة بحجم معين، فالمفروض أي برتقانة تانية تكون صفراء ومدورة وبنفس الحجم، ولو بقت خضراء أو اختلف حجمها فدي حاجة تانية. ولو بنبص مثلا على ترابيزة من فوق غير لما بنبص لها بنسوي. بالإضافة إننا بنشوف المادة ثابتة ولكن هي مكونة من ذرات وحالة حركة مستمرة. ومن هنا ظهرت الواقعية النقدية، وطلع فيلسوف